ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. اولا خلينا نتكلم في انت فين دلوقتي؟ زي ما قلت لك اول امبارح يا كابتن في الاسماعيلي. انت النهارده في الاسماعيلي؟ لا انا مسافر دلوقتي على الاسماعيليه ان شاء الله. يعني محمد زيكا دلوقتي بشكل رسمي يا محمد ولا لسه؟ لا بشكل رسمي زي ما قلت لحضرتك، يعني كنت بس انا كان عندي بس يعني اتابع على حضرتك. قوي اتفضل. يعني كنت المفروض حضرتك تكلمني امبارح، انا سمعت والناس صحابي وناس في البيت عندي شافوا البرنامج بتاع حضرتك. وحضرتك اتكلمت وكنت انا مستني حضرتك تكلمني زي ما كلمتني اول امبارح وزي ما حصل دلوقتي. يعني زي ما حضرتك يعني اتكلمت كنت المفروض حضرتك مثلا تتاكد من صاحب اللي اتكلم، مش طيب انا اولا يا محمد اولا مظبوط كلامك مظبوط، ولكن اولا انا كلمتك، مش انا طبعا اللي كلمتك، ولكن في التحرير في الاعداد كلموك كتير جدا امبارح، انت ما ردتش، دي اول حاجه. تاني حاجه كلمنا حد في النادي الاهلي واكد لنا هذا الخبر، وكلمنا حد في نادي المقاولين واكد لنا هذا الخبر، وبالفعل انا كان عندي معلومات من 3 ايام، عشان كده انا لما قلت لك ايه؟ قلت لك يا محمد، لا يا كابتن انا حتى طب خليني اكمل كلامي وبعدين رد. انا قلت لك يا محمد انا مسجل لك كل حاجه وعارفين كل حاجه، لان انا كان عندي معلومات ان في بعض الامور انت كنت بعيد عنها، لان انت الموضوع مش في ايديك يا محمد، خلي بالك الموضوع في ايد مين؟ في ايد النادي المقاولين. لا واللي حسم الموضوع كابتن اسلام رغبتي والله النادي المقاولين. طب يعني اولا احكي لنا ايه اللي حصل. وقال لي الزمالك الاهلي والاسماعيلي اهم، انت عايز تروح فين واحنا من غير اي ضغط، والمقاولين انا رغبتي انا اللي حسمت الموضوع. طيب ايه اللي حصل بقى يا محمد؟ احكي لنا. هو اللي حصل بس امبارح كان الحاج ابو سعود مسافر. نعم. وكان في ضغوط يعني من النادي الاهلي ومن الوكيل كابتن نبيل ابو زيد وحاجات كده. تمام. وكان في ضغط شويه عليا، وانا بس قلت لهم انا محتاج يوم افكر فيه. تمام. طب انت ما طلعتش قلت لنا الكلام ده امبارح ليه؟ انا ما اعرفش، انا كنت قافل موبايلي. لا احنا كلمناك عموما يا محمد، ما فيش مشكله، انا لما بطلع اتكلم. ايوه يا كابتن، بس هو انا يوم ما يبقى كان في حاجه انا طلعت قلت اول امبارح. برافو عليك، وانا عشان كده اتفضل. اللي انا كلمتي اللي انا مش عايز صغير مع ناس. ايوه. كان اسماعيلي او اي حد، انا مش عايز صغير الكلمه اللي بقولها. برافو عليك. انا ابويا مربيني وطلعني راجل، والكلمه اللي اقولها يعني انا عارف يعني ايه الكلمه اللي اقولها دي، يعني لازم تحصل، وما اقولش حاجه مش هتحصل او حاجه مش هتتم. عموما يا محمد انت كلامك في الاخر يعني هو طلع مظبوط، ولكن اللي انا اعرفه امبارح، وانا زي ما قلت لحضرتك اللي انا قلت في الاسماعيلي، والحمد لله يعني الموضوع خلص بشكل رسمي يا محمد. ايوه يا كابتن، يعني خدت الاستغنى ومضيت. طب الحمد لله. انا الاسماعيليه دلوقتي هتتمرن النهارده يعني في الاسماعيلي؟ لا هاجي كده، انا بقالي يومين او 3 تحت الشهاده. يعني ان شاء الله كده. طب برضه انا عايز اعرف يا محمد ايه اللي حصل امبارح؟ يعني امبارح كان الاتجاه كله للنادي الاهلي، النهارده الاتجاه كله للنادي الاسماعيلي. اول امبارح طبعا انت قلت لي كلام ان هو انا بعد بكره هكون في النادي الاسماعيلي، وهو ده اللي حصل، وانا هجيب مكالمتك برضه، لان انا كده كنت هجيب المكالمه، كده هجيب مكالمتك عشان اوري الناس ايضا ان الناس اللي بتطلع ناس محترمه، ولازم الكلام اللي بيطلع يتقال، وانا دوري ان انا انقل الكلام، على فكره مش دوري ان انا اقول ايه اللي بيحصل وايه، انا دوري ان انا انقل الكلام اللي انت بتقوله. صح. انا حضرتك كنت بتقول على الكلام اللي مثلا وصل لك بالظبط كده. انت دلوقتي لما طلبت ان انت تخش انا عملت ايه؟ انا بس حبيت يا كابتن اوضح. لا انت حضرتك طبعا حقك جدا، انا ما بقاش زعلان. ما بتمنيهاش يعني. لا خالص. لا انا ما بقولش ان انت حضرتك واقف صف عن صف. انت حضرتك عايز تعرف، بس هي الفكره كلها اللي انا يعني كنت حابب ان انا اللي اطلع اقول مثلا لما رحت الاهلي او رحت الاسماعيلي. بس فما فيش مشكله. انت طلعت قلت دلوقتي ان انت رحت الاسماعيلي خلاص، فده كويس جدا. انا دلوقتي خلاص لعيب في نادي الاسماعيلي خلاص. دي زي ما قلت لحضرتك وزي ما قلتها رغبتي، قلت الاسماعيلي وانا متفق مع الناس فخلاص هو ده اللي حصل يعني. تمام. الف مبروك طبعا يا محمد. وزي ما قلت لك قبل كده ان النادي الاسماعيلي نادي من الانديه الكبيره جدا في مصر وفي القاره الافريقيه. خلينا نرجع مره اخرى للكلام مع لماذا رفضت النادي الاهلي يا محمد؟ لماذا رفضت النادي الاهلي؟ عشان انا فكرت كابتن الناس في النادي الاسماعيلي شاريني، وفرصه لعبي يعني هتبقى احسن. ايوه واكتر. ايوه.
يعني انا بصيت لها كلعب وشبهي في طريقه اللعب وهتساعدني. نعم. ويعني حاجات كتير كده الراحه لسه استخاره، ويعني ربنا يريحني النادي الاسماعيلي. ايوه. وبقى مرتين، وكانت بتحصل بقى حاجات كده يعني بتبين لي حب الناس هناك من قبل ما اروح. قد ايه الناس اللي في الاداره والناس اللي بيتكلموا معايا محترمين وشاريين الواحد. فيعني ما كنتش لاقي سبب يعني ان انا ارفض النادي الاسماعيلي بصراحه. ولكنك برضو بتكن الاحترام لاداره الاهلي بالتاكيد يعني. لا الناس محترمه، ويعني الموضوع خلص بالشياكه. الموضوع كله كان مساله رغبه، هم عرضوا للنادي الاسماعيلي عرض، والمجلس الاداره عمل لجنه عندنا في النادي المقاولين وقالوا لي انت اللي انت هتقوله هنعمله لك، احنا مالناش دعوه. يعني كانت رغبتك هي الاساس في الموضوع. يعني ما ولا حد ضغط عليا ولا اي حاجه، هو اللي حصل تعالى يا زيكا انت عايز تروح فين كذا ولا كذا، واللي انت هتقوله احنا هنوافق عليه وهنمضي عليه وهتعمل اقرار بكده. تمام. بس فمضيت اقرار اللي انا رغبتي اللي انا اروح النادي الاسماعيلي. ايوه. والنادي يعني احترم رغبتي، والموضوع خلص النهارده اهو، خدنا الاستغناء. نعم. ودلوقتي رايحين على الاسماعيلي ان شاء الله، مسافرين. يا زيكا الف مبروك طبعا انضمامك للنادي الاسماعيلي، واحد من الانديه الكبيره جدا في مصر وفي افريقيا. اشكرك يا زيكا على وجودك معنا وعلى كل هذه التوضيحات.